السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيك. في الفيديو ده هنعرف إيه هو الأفريج أوردر فاليو أو متوسط الربح من كل عميل أو متوسط الربح من كل مبيعة، علشان تزود الرقم ده وتعرف إيه هو أساسا الرقم ده وتعرف تحسبه كويس. بعد ما توقف إعلانات وبعد ما تخلص مبيعات هتعرف أنت ربحت قد إيه وصرفت قد إيه في الإعلانات. على سبيل المثال لو أنت عندك أوردر كورس مثلا أو مين أوفر أو أيا كان هو منتج رقمي سعره $9 بس، وفي 1000 عميل اشتروا منك الأوردر ده أو الكورس ده، مجموع المبيعات ال1000 دي $9000. طيب علشان أزوّد أنا وأعوّض تكلفة الإعلانات وأعوّض الCPA أو الcost per result أو الcost per action عندي، باحُط شيء اسمه upsell في نفس صفحة الدفع أو في نفس الfunnel يعني، سعره $37 وباعرضه على العملاء اللي اشتروا اللي هم ال1000 دول. هل كلّهم هيشتروا؟ طبعًا مش كلّهم هيشتروا. على سبيل المثال في مثالنا ده في 500 شخص بس اشتروا المنتج المكمل اللي هو $37، أصبح الإجمالي عندي المنتج المكمل $18500. برضه في عملاء ما اشتروش من ال1000 ولا من ال500 المنتج المكمل، باعرض عليهم منتج down sell بسعر أقل، سعره $17 في 250 عميل على سبيل المثال هم اشتروا الأوردر ده، هيكون الإجمالي $4250. لو حبيت أجمع ال3 أرقام دول مع بعض هيدّيني $31,000 750. ده إجمالي مبيعات الfunnel كلّها وليس الأرباح. علشان أجمع الأرباح دي كلّها على ال1000 عميل 31,750 على 1000 عميل هيدّيني 31.75 سِت للعميل الواحد، وده الربح متوسط الربح من كل مبيعة أو من كل عميل، وده هو الaverage order value. ده اللي أنت المفروض الرقم ده تعرفه بعد ما تخلّص إعلانات، وبعد ما توقّف الfunnel بتاعتك يعني وتوقّف عليها إعلانات. يبقى أنا كسبت قد إيه من كل عميل؟ أنا كنت في الأول هاكسب $9 من العميل، ولكن لمّا عملت upsell وdown sell زوّدت التكلفة عليّا في الإعلانات، لإن الإعلانات أنا بتحاسبني cost per action $7 أو $5 على كل مبيعة، فأنا عايز أعوّض التكلفة دي، فبازوّد upsell وdown sell في الfunnel تبعي في نفس صفحة الدفع وهكذا. فزوّدت أنا الرقم ده بدل ما كان 9 أنا خلّيته 31.75 سنت. في ناس كتير بتعتقد إن علشان أزوّد الaverage order value لازم أزوّد في السعر بتاعي هو. طَب أنت لو زوّدت في السعر بتاعك العميل مش هيشتري منّك. يعني لو أنت ال9 دي خلّيتها مثلًا 37 أو 40 أو 50 يعني نسبة المبيعات هتقل، وبالتالي أرباحك هتقل. شوف أنت ربحت هنا قد إيه، عملت أرباح قد إيه. إحنا جِبنا العميل عشان ندّي له شيء رخيص، وبعد كده نبيع له الأشياء الغالية في نفس الfunnel. فده هو الaverage order value تبعك الرقم ده. عيد الفيديو تاني أكتر من مرّة هتفهم إن شاء الله. أتمنى الفيديو كان مفيد ليك، وشكرًا على المشاهدة، وإن شاء الله نشوفك فيديوهات جاية. ما تنساش تشترك في القناة علشان تدعمنا بشكل مباشر وغير مباشر. السلام عليكم.